ليه في دول كبيرة ودول صغيرة، ومن اللي قرر إن الخريطة تطلع بالشكل ده. لو عايز تعرف السر اعمل لايك واشترك في القناة وليك مكمل للنهاية. قبل ما يبقى في حاجة اسمها دول وحدود، كانت الأرض مفتوحة والناس عاش في قبائل، وكل قبيلة بتتحرك حسب الأكل والمياه والمكان الآمن. ومع الوقت القبائل القوية سيطرت على مساحات أوسع وكونت ممالك، وكل ما القوة زادت الأرض كبرت، وكل ما القوة قلت المساحة صغرت. فاختلاف المساحات بدأ من هنا، من القوة والموارد والمكان. بعد كده ظهر عصر الإمبراطوريات، إمبراطوريات زي الرومان والفرس، وبعدهم بريطانيا وفرنسا وإسبانيا. الإمبراطوريات دي احتلت أراضي بعيدة جدا عن بلدها الأصلية بسبب الجيوش والسفن والأسلحة، فبقي في دول مساحتها ضخمة ودول تانية أبلعت أو اختفت تماما. وده خلى شكل العالم يميل للكبر في حتة والصغر في حد. المرحلة الأخطر كانت بعد الحروب العالمية، لما الدول المنتصرة رسمت الحدود بالقلم والمسطرة، خصوصا في أفريقيا والشرق الأوسط، من غير ما تهتم بالشعوب أو التاريخ. فدولة قسمت ودولة جمعت غصب، والنتيجة إن في دول كبيرة المساحة قليلة السكان، ودول صغيرة المساحة مليون ناس. وفي الآخر الخريطة اللي شايفها دلوقتي مش طبيعية، لكنها نتيجة قوة وقرارات بشرية قديمة.